ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ من ايه في الحر ده؟ عايزين حاجة مسكرة وجميلة. ايه رأيكم في الرز بلبن الجميل ده؟ سهل جدا. هنجيب كوباية رز، هنحطهم في شوية مية زي ما انتوا شايفين كده، يعني كوبايتين مية، وهنسيبهم لغاية ايه ما يستووا مع بعضهم. بصي اهو، بس توطي عليهم النار وكل شوية تقلبيهم لغاية لما الرزاية خالص تستوي خالص، تبقى ناعمة كده مهرية معاكي. خلاص تمام. هنجيب لبن يكون ساقع او مش ساقع حسب، بس ما اهم حاجه ما يبقاش مغلي، عشان كل الخير اللي كان في اللبن يبقى في الرز بلبن. حابه تعمليه بلبن اللي هو المعلب ماشي، حابه تعمليه باللبن اللي هو البلدي بتاعنا ده مفيش اي مشكله. احنا جبنا كده كيلو لبن، ده كيلو. عايزه تكتري مفيش مشكله. دي كوبايه الا ربع سكر، حسب نوع السكر اللي انت بتستخدميه. احنا بنحب الحاجه مظبوطه، عايزاه مسكر زودي، عايزاه اقل قللي، يعني السكر ده برغبتك انتي. هنا طبعا التلج بتاع اللبن هيفك. بصي عامل ازاي، دخل في السوا. هحط له معلقه نشا مدوباها بميه، وهروح حطاها ومقلباها. هنا عندي كريمه ضربتها بالمضرب وهحطها عليه. دي بقى التكه اللي بتفرق معاكي في الرز بلبن، بتخليه حكايه زي بتاع الشارع بالظبط، ويمكن انضف واحسن، وحاجه عاملاها في البيت وعارفاها. هحط طبعا ده كله هنا، ده باكو او باكوين حسب ما انت تحبي. بص بقى الرز لفت معايا ازاي، بقت جميله. هنحطها في الطبقان ونحطها في التلاجة، هتاكلي احلى رز بلبن. الف هنا وشفا. ما تنسوش لايك وشير يا حبايب ام امير يا عسل. شويه رز في اخر من الاخر. عايزه الكرمشه اللي بتبقى على الرزايه من فوق دي تغطيه. الف هنا وشفا عليكم يا حبايب ام امير يا عسل. ما تنسوش بقى لايك كتير 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 كتير. ماشي، ادي لايك اهو كمان مني انا. اشوفكم على فيديو جديد.